يحقق لك المشي حافي القدمين لمدة 5 دقائق مجموعة من المزايا. أولا، تحسين نوعية النوم. المشي حافي القدمين على الأرض يساعد في تخفيف التوتر وإزالة الأيونات الموجبة لإفساح الطريق للأيونات السالبة، والأيونات السالبة هي الاسترخاء والذي يساعد على تحسين نوعية النوم. كما يحقق ذلك توازنا بين الساعة البيولوجية الخاصة بك ويعطيك طريقة أفضل لكي تبقى مستيقظا، ويساعدك على الاستيقاظ مبكرا والذهاب للفراش عند غروب الشمس، كما يساعد في تذكير اللاوعي الخاص بك بأن الوقت الطبيعي للنوم قد حان. تحقيق توازن الإلكترونات التي تؤثر على الدماغ. المشي حافي القدمين على الرمال والأعشاب والخشب والحصي بدون ارتداء أحذية يساعد الجسم على البقاء بصحة جيدة، ويساعد على خلق توازن أيوني في خلايا الجسم والأنسجة. ولذلك هناك تمارين تسمى تمارين تشي تشي التي تتم وأنت حافي القدمين، وهي تتم وأنت حافي القدمين وتساعد على تحقيق التوازن والاستقرار العاطفي والعقلي. تطوير حواسك. يساعد المشي حافي القدمين على تطوير حواس الجسم كلها، فإن النهايات العصبية في الجزء الأسفل من القدم تساعد على زيادة اليقظة والتركيز عند الإنسان، كما تحفز الأعصاب ونقاط الضعف في القدم، وبالتالي تجلب الطاقة للمناطق المختلفة في الجسم. تحسين الموقف العام للجسم. تصبح عضلات القدم أضعف مع ارتداء الأحذية بكثرة، لأن الأسطحة الناعمة تتسبب في فقدان القدم مرونتها وقوتها. هذا يؤدي في النهاية إلى ضعف الجسم، وتسترخي عضلات الجسم إلى حد السلب، وبالتالي فإن المشي حافي القدمين يعمل على تقوية الأقدام الضعيفة وتنشيط تلك العضلات، وحتى آلام الركبة التي غالبا ما تحدث بسبب ارتداء الأحذية الخاطئة. في النهاية نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية.